بتبقى داخل تشتري حاجة بسيطة، كيس شيبسي بسكوت أو حتى عصير. تيجي تمسك الحاجة تلاقيها زي ما هي، نفس الحجم ونفس السعر ونفس الإحساس بالظبط. ترجع البيت وتفتحها وتبدأ تحس إن في حاجة غلط، مش إن الطعم وحش ولا إنك اتغشيت بشكل مباشر. بتحس إنك خلصتها بسرعة غريبة، كأن الحاجة بتخلص أسرع من زمان، كأنك دفعت نفس الفلوس بس خدت أقل. والسؤال هنا، هل ده إحساس ولا إحنا فعلا بقينا بندفع أكتر من غير ما نحس؟ اللي بيحصل ده مش صدفة ومش مجرد غلاء أسعار تقليدي، ده أسلوب اقتصادي ذكي جدا وفي شركات كبيرة جدا بتستخدمه، واسمه التضخم الانكماشي. الفكرة ببساطة، بدل ما الشركة تطلع تقولك السعر زاد وتستفزك وتخليك تعيد التفكير قبل ما تشتري، بتعمل حركة أنعم، تقص شوية من هنا، جرام ورا جرام ولقمة ورا لقمة، لحد ما تلاقي نفسك بتشتري هوا بس بسعر أقل. يعني بدل ما كيس الشيبسي يغلى يفضل بنفس السعر، بس الكيس نفسه بيبقى مليان هوا، والبطاطس في القاع بتتعدى على الصوابع ويطلعوا يقولولك علشان نحافظ على الجودة وما يبصش. طبعا مفهوم. خلينا نفهم ليه الحيلة دي شغالة وليه أغلبنا بيقع فيها بسهولة. في علم النفس الاقتصادي في قانون مشهور جدا بيقول إن الإنسان بياخد باله من السعر لكن نادرا ما بياخد باله من الكمية. السعر رقم واضح ومكتوب بتدفعه من جيبك، فأي تغيير فيه بيضرب في عينك على طول. إنما الوزن والحجم وعدد القطع دي حاجات مخك بيتجاهلها، خصوصا لو شكل العلبة متغيرش. يعني لو شركة زودت سعر الشوكولاتة 10% هتزعل جدا وهتحس إن في حاجة غلط وهتقعد تشتم في سرك. لكن لو سابت السعر وصغرت الشوكولاتة 10%، أغلب الظن مش هتحس، خصوصا لو العلبة لسه شكلها مليان. ومن هنا بقى بتلعب اللعبة. أول لعبة هي التصميم. الشركات بتصرف ملايين مش علشان تحسن المنتج، لكن علشان تخبي الجريمة وتطول العلبة وتخليها أرفع، أو تنفخ الكيس هوا فالمنتج يبان أكبر على الرف وانت تفتكر إنك كسبان، ولكنك في الحقيقة انت الخسران. علبة كورن فليكس أطول بس أرفع، برطمان شوكولاتة عادته متعارة نصه هوا بس من بره يبان كأنه مليان وكله قانوني ومفيش كدبة صريحة. إما اللعبة التانية فالخط الصغير، الوزن الصافي مكتوب بس بخط نملة حرفيا، جنب كلمة شكل جديد مكتوبة ببنط عريض، علشان عينك تروح هناك وتنسى تبص هنا، لدرجة إن الناس بقت تفهم إن شكل جديد يعني كمية أقل. طيب الكلام ده حصل إمتى وليه اتعمم فجأة؟ نقدر نقول في مصر إن النقطة المفصلية كانت تعويم الجنيه سنة 2016. الدولار ضرب وتكاليف الإنتاج ولعت، شركات بتستورد خامات، لبن، كاكاو، زيوت ومواد تعبئة، كلها اتضربت في 2 و3. الشركات كان قدامها اختيارين، يا إما ترفع السعر وتخسر زباين، يا إما تقلل الكمية وتكمل بيع. فاختارت طبعا الحل الأذكى ليها مش لينا. وفي شهور قليلة معظم منتجات البقالة خست، من غير إعلان ومن غير ضجة، من غير ما أي حد ياخد باله، وبقينا كلنا في دايت إجباري لسه مكمل لحد النهاردة. والقصة دي مش مصر بس على فكرة، ده فيلم عالمي. ففي بريطانيا شوكولاتة توبلرون غيروا المسافات بين المثلثات، العلبة شكلها هو بس الشوكولاتة أقل، والناس قامت والموضوع وصل لحد البرلمان. وفي أمريكا المناديل قلت وورق التواليت بقى أرفع وأقصر، والشركات نفس الشركات في كل حتة. ولو نرجع لمصر فأوضح مثال رغيف العيش، سنين طويلة السعر ثابت لكن الوزن بينزل لحد ما الرغيف بقى لقمتين حرفيا، ولما ما بقاش ينفع يصغر أكتر اضطروا يغلوا السعر. وفي بقى مرحلة أخطر شوية اسمها سكيمفلاتيشن، هنا بقى لا سعر بيتغير ولا وزن لكن الجودة بتنهار، مكون غالي يتشال يتحط مكانه مكون أرخص، طعم يتغير، ملمس يتغير، وانت تفتكر ان ذوقك هو اللي اتغير، مع ان الحقيقة ان المنتج نفسه بقى حاجة تانية. والسؤال المهم، هل ده قانوني ولا لأ؟ والإجابة للأسف أيوة، طالما الوزن مكتوب صح والمكونات مكتوبة حتى لو بخط صغير، فالقانون بيشترط الشفافية مش الإخطار. يعني الشركة مش ملزمة تقولك أنا صغرت المنتج، ملزمة بس تكتب الحقيقة، وانت اللي مطلوب منك تقرأ كويس. وفي الآخر احنا مش في حرب مع الشركات، الشركات مش جمعيات خيرية هدفها الربح، وهدفك انك تحمي فلوسك. فسلاحك الوحيد هو انك تبقى واعي وتبص على الوزن الصافي وقارن سعر الجرام، وما تشتريش بالتعود، وما تسيبش حد يبيع لك
هوا في كيس. بنشكركم للمتابعة، وما تنسوش تعملونا لايك وسبسكرايب، واستنوا الحلقات الجديدة.